معانا الفنان ناصر هجرس اللي كلنا مبسوطين ان احنا بنسجل معاه النهارده في المهرجان. انا كمان مبسوط جدا. جاهز للاسئله؟ طبعا ربنا يستر واقدر اجاوب عشان منظري ما يبقاش وحش قدام الجمهور. كلنا عارفين ان التفاح نوعين، تفاح احمر وتفاح اخضر. ايه التفاح اللي بيفضله ناصر هجرس؟ استنى. اكيد مش دي الاسئله. هي دي الاسئله اللي بنسالها. طلع الاسئله بتاعت الممثلين. هي دي الاسئله مش كده؟ بالظبط كده. يعني انا كممثل هستفيد من القراءه؟ ضيعت عمري كله. طبعا انت كممثل لازم تبقى مثقف. افرض اتسالت في اي مهرجان عن اي حاجه عامه، هتجاوب ازاي؟ ضيعت فلوسي كلها عشان ابقى فنان مثقف. مش مهم الاكل، المهم اني اشتريت ديواني المتنبي. مش مهم احلى، اهم حاجه اني جبت كتب شكسبير. كورسات والورش اللي كنت بدرسها عشان ابقى فنان بيطور من نفسه. مبروك، انت نجحت في دراسه منهج ستانسلافسكي في التمثيل. نجحت في الميثود اكتنج، تقنيه مايكل تشيكوف، ستانفورد مايزنر. مالك يا فنان؟ اسف بس متوقعتش ان لما ابقى فنان ونجم ان دي الاسئله اللي هتتوجه لي. هنسالك دلوقتي عن فيلمك وعن الفن وعلاقته بالانسانيه. بجد؟ فيلمك الاخير اتكلم عن حاجات كتير قوي، منها العنصريه والتنمر واشياء كتير خاصه بالانسانيه. دلوقتي انا هسالك سؤال. اوكي اتفضل. ايه هي اخر رساله اتبعتت لك على الواتساب؟